السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى من فعاليات العيد وحاجات العيد بقى الحلوة اللي انا هوريها لكم. معانا اول صنف الطحال ده يا جماعة. جايباه من جزار اهو يا جماعة، شايفين شكله اهو. طبعا جايباه انا من جزار مضمون. هقول لكم بعض التكات ليه وبعض الحركات بقى، بس اول حاجه تعملوا لي لايك على الفيديو. تمام. آه الطحال ده يا جماعه جبته من الجزار. اهم حاجه وانت بتشتري من الجزار انه ما يكونش مقطوع. شايفين انا بتاعتي ازاي ما فيهاش قطعه اهو. ان شاء الله تكون واضحه لحضراتكم. بصوا اهو اهو، شايفين ما فيش قطعه فيها اهو. بصوا من ورا اهو، ما فيش نقطة قطعة. ايه اللي حصل لو اتقطعت؟ هي اصلا من جوه يعني يعتبر عبارة عن زي دقيق كده، فاهمين؟ لكن ما ينفعش تقطع، لو قطعت هتخرب الدنيا. لو اتقطعت من الجزار اعرف ان هي باظت، مش هينفع. تمام. لكن طبعا لو جاتتلك مقطوعة ومش عارفة تتصرفي، حطيها في كيس حراري وتنزليها في المية السخنة، هتبقى زي الفل ان شاء الله. تمام. دي مرحلة شرحتها لكم بتاعت ازاي تشتريها وكده. دي اهم مرحلة يا جماعة. المرحلة اللي بعديها اول ما تجيبيها هتعملي ايه؟ هتجيلك كده بنفس المنظر ده صحيحة، مش هتعملي اي حاجة. هتقعدي تشطفيها بالمية كتير، وبعد كده هتحطيها في بولة زي كده. هتحطي عليها ليمون، هتصري عليها ليمون وشوية ملح، وتقعدي كده تعملي لها كده اهو، وتسيبيها في المية شوية كتير لغاية ما تطلع بيضة. بصوا البياض، شايفين ازاي بيضة ونظيفة؟ شايفين اهو، شايفين ازاي بيضة ونظيفة يا جماعة اهو. هي طبعا كانت جاياني غير كده خالص، كان شكلها غير كده خالص. انا يعني حطيتها في الملح والليمون، خليتها بيضة وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو. بصوا دي مش قطعة يا جماعة، بصوا اهو مفيش ولا اي قطعة فيها. تمام. كل ده بقى احنا هنشوفوه بقى. دلوقتي انا بعد اهو ما حطيتها في الملح والليمون، هشطفها تاني واحطها في ميه مغليه على النار زيها زي اللحمه، تقعد ساعه ونص على النار. تمام. دي برضو التكه التانية، واسيبها بقى الساعه ونص على النار واوريكم بقى. هي هتطلع من النار على طول، هحطها وكده هي تبقى مستعده ليوم العيد ان شاء الله لما نحمروها. تمام. يلا بقى نحطوها في المية السخنة. شايفين يا حبايبي اهو، شطفتها اكتر من 10 مرات. شايفين ازاي بيضة وحلوة؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليها، نظيفة 100%. يلا بقى اهو، حاطة حلة على النار فيها مية سخنة، وهنزلها فيها كده اهو، واقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهغطي يلا عليها كده. بصوا يا جماعة اهو، حطيتها يلا اهو على المية السخنة وهغطيها. تمام اهو. شوية وهتلاقوها طلعت ريمة. اول ما تطلع الريمة احنا هنشيله الريمة، وهوريكم برضو وانا بشيلها. وهضيف بصل وتوم وطماطم وجزر، يعني كل اللي عندك حطيه فيها، هتخليها في حتة تاني خالص وجميلة جدا جدا. يلا بقى اسيبها شوية كده يا حبايبي اهو. شايفين المية صافية جدا جدا، وحتى الريمة مفيشي مكان ما احنا نضفناها وخليناها كويسة. يلا بقى هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها طماطم، فلفل، بصل، ورق لورا، شوية ورق لورا كده حلوين، وتوم بقشره، وبرضه بصل بقشره. بس اهم حاجة التوم يا جماعة مضاد حيوي، يقتل اي جراثيم فيها. بس وهنضيف المكونات الحلوة دي كلها كده معانا اهو اهو كده اهو، مكونات كلها اهو. ويلا بقى هغطيهم واسيبها الساعة ونص وارجع لكم. يلا بقى يا حبايبي نشوفوا بعد الساعة ونص حصل ايه. ادي اهو، الله اكبر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين اهو شكلها جميل ازاي. اياكي تطلعيها بسكينة، اياكي عشان انا عارفاكم. اياكي تطلعيها بسكينة، حاجة زي كده اهو وتطلعيها. تمام. يلا بقى كده نقفلوا على الشوربة دي ونشيلوها خالص كده اهو. خلاص احنا مش عايزينها، وانا طبعا حطيتها في مية باردة وكده يا حبيبتي. يلا اهو بعد ما حطيناها في المية هنعمل ايه الخطوة اللي بعدها؟ هي اهو. يلا هنشيل القشرة دي اللي فيها. تمام اهو. شايفين كل اللي حوالين ودي؟ بصوا طلعت ازاي معايا مرة واحدة اهو
اهو بصوا هي في المية اهو. بصي القشرة دي بتطلع لوحدها كده، تطلعيها لان القشرة دي وحشة طبعا اهو. اهو بصوا بتطلع ازاي مرة واحدة معايا اهو. بصي انت بتمسكيها كده وبتطلع معاكي اهو اهو كده. وكل الحاجات اللي من هنا دي انا برضو هقشرها، كل الحتة دي. بصوا الجلد ده كله اهو، القشرة ده كله كده يطلع معاكي كده اهو، ما عايزينهوش معانا اهو عشان تبقى نظيفة اهو. اهو شايفين ازاي انا طلعتها وخليتها زي الفل. يلا هكملها كده لغاية ما تنضف 100%، ووريكم انا وصلت لها على ايه وخليتها نظيفة ازاي. وكده يا حبايبي اهو، بعد ما قشرتها كلها اهو وخليتها زي العسل من ورا ومن قدام اهو. شايفين الجمال والحلاوة ازاي نظيفة خالص اهو. خليتها 100 نظافة، والحتة دي طبعا مكان العرق مكان ما نضفتها عادي. وخليتها جميلة خالص اهو، ونشفتها كمان بمنديل. تمام، يعني هي كده جاهزة ان احنا هنقطعوها يلا بالسكينة حتة كده خرط كده بالطول يلا اهو مع بعض. بعد كده عليكي وعلى السمنة البلدي يوم العيد الصبح ان شاء الله، وتاكلوا بألف هنا اهو كده. شايفين انا مقطع ازاي السمك ده كويس ليها جدا، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي اهو. طبعا ترشي ملح وفلفل عليها وانت بتحمريها في السمنه البلدي، وهتبقى احلى واحلى حته معاك ان شاء الله. وان شاء الله تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم اهو. شايفين ازاي جميله اهو اهو. شايفين استحق بقى اللايك في الفيديو العسل ده، وتكتبوا لي بقى تعليق حلو، وهعمل لكم الوصفات كلها بتاعت العيد، الكبده وكل حاجه كل حاجه تخص العيد هعمل لكم فيديوهات عليها ان شاء الله. استنوني كل يوم واستنوني بقى اهو. انا كده يلا دول هسيبهم في الفريزر يا جماعه، وفي اكياس كده عشان هطلعهم على طول من الفريزر في العيد على طول، واحمر على طول بالسمنه البلدي مع رشه كده ملح وفلفل اسود اللزوم، لزوم الاكله كده. وان شاء الله بالف هنا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. السلام عليكم.